السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتاتي العزازات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. قصة جديدة معنا اليوم، قصة واقعية للعبرة، اللي كنشكر بزاف هاد صاحبة القصة على الشجاعة ديالها انها تعاود لنا قصة بحال هادي، لان بصراحة هي في هاد القصة كانت إنسانة ظالمة ماشي مظلومة، وكانت إنسانة مؤذية، ولكن ما فهمت حتى طبقت عليها أنه كما تدين تدان. خليوكم مع القصة لأنها فيها عبرة بزاف، وكنتمنى تاخدوا منها العبرة. هاد القصة طبعا ماشي للفرجة ولكن للعبرة. خواتاتي، كنتمنى حتى شي وحدة ما تدير بحال هاد الشي وهاد الأذية وهاد الظلم هذا لشي واحد آخر. أول حاجة لأنه كما تدين تدان. تاني حاجة الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ابداو معايا القصة من الأول حتى الآخر وغادي تفهموا كيفاش. ودابا خواتاتي ما تنسونيش من اللايك ديالكم ومن التعليق ديالكم لانه مهم بزاف. القناه عندي طايحه لانه ما كاينش تفاعل، ما كديروش لي لايك، ما كتخليوش التعاليق. الاغلبيه تاع الاخوات تنساو اللايك وما تتفاعلوش مع الفيديوهات، وهذا الشيء كيضر القناه بزاف. كنتمنى خواتاتي تفاعلوا مع هذا الفيديو او مع هذه القصه باش هكا تطلع لاكبر عدد ديال الاخوات ان شاء الله ويستافدوا منها. وبلا ما نطول عليكم خليونا نبداو القصه ديالنا على بركة الله. كتقول صاحبة القصة: أنا سميتي سناء، عندي 5 ديال الوليدات. قبل ما نعاود لكم القصة ديالي كنتمنى ما تحقدوش عليا وما تجرحونيش، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي عالم بالجرح اللي في قلبي وعلى الندم اللي كنعاني منه وعلى تأنيب الضمير. حياتي تدمرات. هذا علاش كونوا رحيمين بيا في التعاليق. انا فاش يلاه جا الزوج ديالي خطبني قال لي بلي الاب ديالو يلاه تزوج على الام ديالو وبنى حياة جديدة. قلت ماشي مشكل، هذاك الشيء انا ما كيهمنيش. جات مع الام ديالو خطباتني، عاودت لي المشاكل المسكينه اللي عندها مع الزوج ديالها والمعاناه اللي كتعاني، وقالت لي راه ما غادي يخصك حتى شي خير، وانتي راه ما غتخرجي لا الكرا لا الرهان، راه غادي تسكني معنا في الدار. فعلا تزوجت بالزوج ديالي ومشيت لدارهم، لان هذيك كانت دارهم ما كانوا كاريين ولا راهنين. مشيت لدارهم اخوه ديك السكنه التحتانيه، الام ديالو كافحات بزاف باش يخويها لينا شيخي. انا سكنت لتحت، وفوق مني الطبقه اللي فوق مني كانت فيها عدوزتي مع 2 ديال الوليدات، وفوق منها كانت الضرة ديال عدوزتي، يعني المرأة الثانية ديال شيخي، يعني ضرة عدوزتي. أنا كنت حاسة براسي بزاف لأن الله عطاني الجمال، عطاني البياض، عطاني الشعر المسبسب، حروفي زوينين، كانت فصلتي زوينة. الراجل اللي تزوجت به كان تيبغيني بزاف، أي حاجة طلبتها كيوفرها ليا، والطلبات ديالي أوامر. كنت تنعس حتى وكان يقولها لي راسي. تخيلوا أنني كنت تنعس وما تنفيق حتى 12 الوحدة عاد تنفيق. عجزتي كتكون في داك الوقت تنشم الغدا ديالها، يعني صافي تيبغيو يتغداو، لو قدا فاش يبغيو يتغداو هما عاد أنا تنفيق وتنبغي نفطر. فاش تنفيق تنقول للراجلي يمشي يجيب لي الخبز من عند امه، وكيجيبوا لي بلا ما يتردد. وحتى هي كانت انسانه درويشه وشاده تقارها، لان هي اصلا كان لي فيها يكفيها. كان عندها مشاكل بزاف مع شيخي، كان شيخي كيحقر عليها بزاف، كيهلكها بالعصا، كيهلكها بالعصا، حتى كيجيو الجيران وكيفكوها، هي ما تقدرش تهز اليد. وانا فاش كانت يضربها شيخي وتنسمع خواتها ما عمرني طلعت وفكيتها، تندير بحال ما سمعت وكندير بحال ما كاينه. فاش كيجي راجلي كيسيق الخبار وكيشوف امه انها كلها زرقاء وتتخاصم مع الاب ديالو وتيوصلوا حتى للمضاربه، وبعض المرات توصلوا حتى للبوليس.
ولكن انا كنت نتخاصم مع راجلي وتنقول ليه ديها في راسك، ولكن هو في هذه النقطه هذه ما كانش كيتصنت ليا، وكانوا عنده مشاكل مع باه بسبب الام ديالو لانه تيحقر عليها. المهم انا ما كانش عاجبني هكاك، ولكن من جهه اخرى كنت انا مسيطره عليه. الا خاصني شي حاجه كنقول ليه طلع جيبها من عند امك، خاصني الخبز باش نفطر تنقول ليه طلع، خاصني البصله ولا القزبور تنقول ليه طلع، خاصني القوام ولا شي حاجه كنقول ليه طلع، والام ديالو كتعطيه. هاد الشيء فاش ما تيكونش خدام وقاعد من الخدمه، الا خاص سكر ولا اتاي هي اللي كتعطينا. ولكن نهار تيخدم راجلي صافي ما كيبقاش يطلع عندها نهائيا، وما تنخليش، تنبقى تنقول ليه جيب 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 جيب، هي باش ما يعطيهاش وباش ما نخلي ليه ما يعطي لامو. ومن طبيعه الحال في الاعياد دائما كنت تنسبق امي، تنشري لامي وتنشري لخوتي الصغار. انا اللي كنكسي اختي وانا اللي كنكسي خويا، وكنكسي امي من راسها حتى رجليها. امه هو تنخليه يشري لها شي بيجامه صافي شي بيجامه، يعني انا اللي كنت نختارها ليها، شي بيجامه لا علاقه بداكشي اللي كنت نشري لامي. هذه هي الحقيقه، وهذا الشيء هو اللي كنت ندير. للاسف ما عرفتش اش كان واقع ليا، واش حيت كنت صغيره، واش ما عرفتش واش تعموا لي عينيا. المهم خلوني نكمل لكم. عجوزتي كانوا بحال قلتي عندها جوج العدوات. عندها العدوه الاولى اللي هي ضرتها، اللي كانت صعيبه بزاف، وكتضل تحرش في شيخي وشيخي تيجي تيضرب عجوزتي. وفوق لتحت كاينه انايا اللي حتى انا كنت ندير اللي في جهدي وتنحرش راجلي. امك دارت ليا، امك ما خلاتنيش نعس، خوتك تيقرقفوا عليا، وهذا الشيء كله ما منوش. هي في الصراحه كانت داخله سوق راسها لواحد الدرجه ما نقولش لكم. كنت عاطياني التقار، ما كنت تأذيني، ما تتقولي واش نعستي ولا شفقتي ولا طيبتي ولا عطيوني. كانت داخله سوق راسها وساده بابها عليها، ولا انا احتاجت لشي حاجه كتعطيها ليا. بالعكس فاش ولدت ولدي الاول وقفات معايا وتهلط فيا، وهي اللي كانت تجيب لي ولدي للحمام، وهي اللي كانت تديه ليا عند الفراقه فاش تيشم. واحد النهار وقع واحد النقاش بسيط وكنت انا السبب فيه، وكنت انا اللي جبت معاها فيه الصداع. ونزل شيخي قالنا اش واقع، اش داك الشي. وانا تسرعت حيت كان طالع لي الدم، وانا نقول لي شوف عرفتي هادي عبرتي عليها حين تزوجتي عليها، عرفتي راك نتايا راك جبتي الزين، وهادي مزيان نيت حين تزوجتي عليها. انا هادشي اللي كنعاود لكم، وهاد الاعترافات اللي كنعترف لكم بهم انا راه نسيتهم، ولكن عدوزتي ما نساتهمش. وهادو اللي قلت لك هي اللي فكرتني بهم، وقالت لي باللي هما اللي ضروها في خاطرها. خليني نكمل لكم باش تعرفوا علاش قالتها ليا وتأذت منهم بزاف. الموقف الثاني اللي جرحها بزاف هو ان واحد المره جات من السوق، يعني السوق شعبي حيت حنا ساكنين في واحد البلاصه شعبيه. كانوا وليداتي ديك الساعه جالسين في الدروج، وفاش دخلت لقاتهم في الدروج قالوا لها امي جبتي من السوق. انا ديك الساعه سمعتهم حيت كانوا حدايا، حيت انا قلت لكم ساكنه لتحت. قالت لهم جبت الليمون وجبت واحد التفاح، ولكن ما عرفتوش اش غادي يعجبكم هاد التفاح. حلات الشاكوش ديالها وجبدات الليمون، عطاتو للوليدات، عطاتهم الليمون، قالت لهم هاكو الليمون، وجبدات الميكا اللي فيها التفاح، فيها داك التفاح اللي مضروب، يعني فيه دوك بحال السوسه. وانا نطل انا من عند الباب وانا نقول لها لهلا يحييك ولادي ياكلوا بحال هذاك التفاح كوليه انتي. وبديت انا كنسب في ولادي وكنعاير فيهم وتنقول لهم واش طامعين في جيعانه، واش طامعين في فقيره، واش طامعين في سميتو. وانا نحل الباب وهي بقات هي واقفه تتشوف فيا،
وانا نحل الباب والثلاجه كانت على الباب، وانا نحل الثلاجه وانا نقول لها اجي تشوفي، اجي تشوفي الخير، اجي تشوفي الخير اللي عندي، اجي تشوفي ثلاجتي كي دايره، هاي بغيت تعطيهم هذاك الليمون مبجوغ وهذاك التفاح المدود المسوس، هذاك من سهمك انتي او مولادي، ها هو سهمهم. وانا نطر لولادي هذاك الليمون وهذاك التفاح وانا نلوحو ليها حدا رجليها وانا ندخلهم وانا ندخل الباب وخليتها. شتي هاد اللقطه هذه اللي عاودت لكم انايا صافي دوزتها، ولكن هي حفرات فيها، وهذا الشيء عادي لانني انا ما عرفتو تا فات الفوت، وحتى ولدت انا ولادي وكبروا. المهم انا كنت بهاد الطريقه غاديه معاها، كنت نقص منها، كنت نحرش راجلي عليها، ما كنتش كنخليه انه يعطيها الفلوس، وراجلي كان تيكمي يعني كيدير القرو بزاف، والام ديالو كانت عزيزه عليها القهوه الكحله، ودائما في وقت العصر كنشم ريحه القهوه الكحله عاطيه في الدار. هي تبارك الله كتعرف طيب مزيان، القهوه ديالها زوينه، ماكلتها زوينه وبنينه، عرفتها تكون دايره غير الطاجين نتاع الدجاج بخضيره، كتسحب كي واش دايره هي طاجين تاع اللحم، ولكن في الاصل تتلقاي غير هي طاجين عادي. المهم هي عندها ما يتقال في الطياب. وواحد النهار بزاف ديال المرات ماشي نهار، راجلي كيشم ريحه القهوه عند امو تيقول لي امي دارت القهوه غنطلع، كيطلع تيجلس مع واحد شويه تيتم نازل بالقهوه ديالو والكارو ديالو، هو كينزل تنقول لي مالك تعطلتي، جلستي معاها بقى تتحرش فيك، تتقول لي راه ما تتقول لي والو الله يهديك هاد المراه، وتنبقى انا وياه في المشاكل والصداع وتتسمعنا هي، لدرجه ان ولدها الا طلع عندها تتقول لها وليدي سير عند مرتك انا راه ما بغيت الصداع، وهو كان تيقول لي راه امي تتقول لي هي سير انا ما بغيت الصداع. بعد المرات كتعمر كاس كبير ديال القهوه وكتصيفطو ليه، وفاش كتصيفطو عاوتاني كنوض تاني انا نضرب معاه وتنقول على الصفطاطو وتنبقى تنعاير وهي كتسمعني، علاش مالنا حنا ما عندنا القهوه، على مالي انا ما كنعرفش ندير القهوه، وهكذا فهمتوني. المهم بقيت حاره فيها العيشه، الا نزلت مع الدروج وسمعتها كنبقى كنخشي فيها الهضره، وإلا كانت طالعه مع دخلت مع الباب كنخشي فيها الهضره. وواحد المره مشيت لدارنا الراجل كان خدام، ومشيت لدارنا هزيت ولادي ومشيت لدارنا، وبقيت ديك الساعه كان الصيف، بقيت مقصره مع عيالات خوتي، بقيت جالسه معاهم تقريبا حتى الوحده. جيت مع الوحده وجات معايا الام ديالي، فاش جيت بغيت نحل الباب لقيت انا الباب مزكرم دايرين الزكروم، بقيت كنضرب بالجهد، يعني كندق بالجهد، وبغيت نطيح عليهم هذاك الباب، وهي تطلع عليا من الشرجم الفوق عدوزتي. على ما هزيت راسي وشفتها وانا نقول خطفوا على كماره، علاش سادين عليا الباب، حلوا عليا الباب. بقيت تنخاصم، هي حيدت راسها دخلات، وهو ينزل واحد من ولاد شيخي من مرته الثانيه هو اللي حل وقال لي راه حنا اللي درنا الزكروم، حنا اللي درناه لانك انت تعطلتي ونسحبهم مابقاش غادي تجي للدار. لقيت راسي ان ماشي هي اللي درت الزكروم، ولاد ضرتها وهما اللي داروا الزكروم عليا، يعني ولاد شيخي من المراه الثانيه هما اللي زكرموا عليا. المهم انا بقيت غاديه في نفس العدوانيه بنفس الطريقه، دائما السبان، دائما خشيه الهضره، دائما تحرش في راجلي، دائما بقيت غاديه هكاك. ولادي كبروا انا باقي غادي بهذيك الطريقه، واخا ولادي كنت تنحرشهم حتى هما عليها، تنقول لهم خايبه وفاعله وتاركه، ولكن كانوا تيبغيوها بزاف، ما تيبغوش ياكلوا ماكلتي وطلعوا ياكلوا ماكلتها، وتيبقوا عليها غير امي 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 امي. ديك الساعه فاش كانوا صغار كنت تنضربهم وتنحطهم حدايا، فاش كبروا تيطلعوا تيقول لك لا امي كتطلع فينا، امي كتبغينا، امي تتقعد معانا، امي كتعاود لينا، امي كتفاهم معانا، فهمتوا؟ يعني صافي ولاو متعلقين بيها. وهذيك الهضره كامله كنت نقول ما فاتني والو،
هي كتعامل معاهم مزيان وكتضحك معاهم وتتقول لهم تتفوجوا عليا وتتبقى تعاود ليهم في النكات وتعاود ليهم الخبيرات. المهم عزيزه عليهم امهم، لدرجه ان ولادي كانوا تيتخاصموا معايا وتيقول لي علاش تدير لمنا هكاك وهي ما كتوصلكش وهي ما كتقربش ليك وهي مرا كبيره وفعلا كبرات في السن. ودابا خليوني نجيكم النقطه التحول، وكيفاش تفشيت وكيفاش بردت وكيفاش جاني تأنيب الضمير وكيفاش كنعاني بزاف والجرح ديالي كبير. وعلاش عاودت لكم هاد القصه؟ واحد النهار انا ما بغيتش نعاود لكم ونطول عليكم، ولكن خليوني نقول لكم ان راجلي كان تيبغيني بزاف وكان تيحماق عليا لانني انا زينه وعاطيه للعين وكنت مسيطره عليه. ولكن كانت فيه واحد الحاجه اللي خايبه بزاف، هو انه كان تيشبه لباه، هو انه كان زهواني وعزيزين عليه العيالات، واخا تيبغيني ولكن عزيزين عليه العيالات. الا شاف شي وحده تيمشي يهضر معاها كنلقى النوامر ديالو في التليفون. المهم وشحال من حاجه دازت على عينيا. واحد النهار كنت بغيت نصبن ليه حوايجو، تنرمي حوايجو في الماكينه ديال الصابون وانا نوصل القميجه كان فيها واحد الجيب لقدام، وانا نلقى الورقه، لقيت واحد الورقه تما حليتها ونقول اش هاد الشيء ما تاش هاد الشيء، وانا نقرا شهاده العزوبه تنقول كيفاش تعتمد شهاده العزوبه. المهم قعدت قريت شهاده العزوبه لقيت فيها انها ديال راجلي، وانا نقول لولادي شوفوا هاد الورقه اشنا هي، قالوا لي راه شهاده العزوبه ديال بانا. مشيت سولت لقيتها فعلا شهاده العزوبه ديالو. قلت لي اش هاد الشيء؟ جا للدار قلت لي اش هاد الشيء؟ ما تاش هاد الشيء؟ واش باغي يتزوج؟ علاش داير شهاده العزوبه؟ قال لي انا راه بغيت نتزوج، وهذه اللي بغيت نتزوج بها راه ما توصلك تتفرج ليك، ولكن عندها الفلوس وعندها الطوموبيل وعندها الدار وقولاتني. قالت لي الا تزوجت بها راه غدير لي مشروع وغادي دير لي محل غادي ندير فيه البيع والشراء. قلت لها ويلي واش نتايا كتهضر بالمعقول ولا كاع تضحك عليا؟ قال لي لا بالمعقول، شوفي راه غادي تعيشي بخير وغادي نعطيك الفلوس وراه الحاجه اللي ديالي ديالك وانا الزواج منه راهي مصلحه وانا صافي بديت نتغوت معاه، بديت نتعاير انا وياه المضاربه في السماء والمضاربه في الارض، الناس ساقوا الخبار دوزتي نزلات اش داك الشيء ما تاش داك الشيء. قلت لها ولدك بغى يتزوج وراه سميتو. المهم بقيت تنغوت لها حدا وجهها. انا كان تيسحب ليا واش غتشفى فيا واش غتبغيها فيا، لانني كنت عايرتها كيف قلت لكم، وقلت للشيخي عبرت عليها فاش تزوجتي عليها. لقيت انها قالت لي كيفاش، وبدات قالت لي سكتي. انا سكت وبدات كتخاصم على ولدها، علاش بغيت دير هكا، واش ما حشمتيش، واش داكشي اللي دار لي انا باك وداكشي اللي دار لينا باك بغيتي ديرو في ولادك، واش ما حشمتيش، انت راه خاصك تصون ولادك، شوف حنا كيفاش تشتت لينا الشمل، شوف كيفاش عايشين، واش هداكشي اللي عشنا حنايا بغيتي تعيشوا لهاد الناس، واش بغيتي تعيشوا لمرتك، واش بغيتي تعيشوا لولادك، تكون تحشم، راه كبرتي على هاد الفعيل. وبقات تتخاصم عليه وهو قال لا امي انا بغيت نتزوج، الا بغيتي تمشي معايا يالله هي معايا، ما بغيتيش تمشي معايا راه غادي نمشي معايا با وغادي نطلب مرت با وغادي يمشيو معايا. قالت لي اشنو؟ قالت لي ها السخط ها الرضا. قالت لي الا مشيتي تتزوجتي بشي وحده اخرى ولا تزوجتي على ولادك وخليتي ولادك راه انا سخطه عليك. ها البزوله وجبدات بزولتها قالت لي اللي رضعتي ما تفرقش على ولادك، ما تفرقش على مرتك، ما ديرش فراسك هاد الشيء هذا، راه غادي تكرفص وغادي تكرفص مرتك وغادي تكرفص ولادك. وكانت تتبكي وتتبوس في ولدها وتعنق في ولدها على عار وليدي، ها العار. صافي في الحقيقه تصدمت انا فاش درت هكاك، تصدمت تنقول لا ما يمكنش تكون درت بحال هكا، وعلاش درت بحال هكا. المهم هنايا فين انا صافي وليت تنعاود الحسابات ديالي، ولقيت راسي انني انا اخبت مرة. وماشي غير هاد الشيء،
دازو سنين وكبر ولدي، هو يتزوج. طلبنا لي السيده تزوج بها، هي ما سكنتش معايا لانني انا كان عندي الضيق، مشاكره ليها في نفس البلاصه نيت اللي ساكنين، بيني وبينه 10 ديال الدقائق. تزوج بها ولا تيجي عندي كل مره، كل نهار تقريبا، كيف قلت لكم قريب لي 10 ديال الدقائق. كيجي عندي مره تيقول لك خاصو الدقيق، بغا يدي الدقيق من عندي، مره خاصو السكر، بغا يديه من عندي. السيده ماشي غير هادشي كامل، السيده ولا تتصيفط حوايجو هو، تتقول لي سير عطيهم لامك تصبنهم لك انا مريضه. وتيجي ولدي تقول لي الوالده صبني لي حوايجي، راه مريضه، ديما مرتو مريضه. واحد النهار هي اصلا ما كتجيش عندي، ما كنشوفهاش، كنشوفها هي في المناسبات، واخا هي قريبه ليا. يلا حدا تقول لي تصيفطوا الا بغات شي حاجه، خاصه شي مانطه بغاتها، جاو عندها الناس يجي ديال المانط، خاصه شي حاجه راه تتصيفطوا ليا وصافي. واحد النهار طلع لي الدم، قال لي حوايجي مات حوايجي، صبنت لي حوايجو، نشفتهم انا اللي ديتهم. قلت لها لا اش راه الراجل زوجناه باش انت تطلي فيه وتقدي به، ماشي كل مره جايب لي حوايجو. وقلت ليها ما تبقيش تصيفطيه للسكر وتصيفطيه للدقيق، ولا لا هذاك الشيء راه نتوما اللي خاصكم تشريوه لي انا، راه انا نتوما اللي خاصكم تعطوني، ماشي انا اللي نعطيكم. هي بقات هي ساكته، اللفعه السامه بقات غير ساكته. تا جا هو عمراتو تلقاتو شارجاتو وتلقاتو عليا، جابتي معصب عليا وتيغوت، قال لي علاش مشيتي عند مرتي وعيرتيها، وعلاه مالنا حنايا، راه ضربي هادي وانتي اصلا مرتي ما كتوصلك بدا شي حاجه، واش انتي نسيتي شنو كنتي كديري في امي على جداه اللي هي عدوزتي؟ امي كنتي مدوزه عليها وانتي راه واعره، انتي هي داك الشيء صافي. دابا هي امي كبرات شرفات صافي وجيتي انا لمرتي، واش انتي باقي كاع ما بغيتي تسالي هاد الجهل اللي فيك الوالده؟ انتي الوالده راه حربيه، انا تنعرف هذاك الحرب راه عشتو معاك كي درتي لجده، فنسي عليك مرتي، ومرتي انا راه ما ديالش هذا الشيء. هذاك الشيء علاش انا اصلا عزلت ليها، وهذاك الشيء علاش انا كاع بعدت عليك، غير انا بعدت عليك ولكن انتي جيتي تبعتيني، وانا غادي نخوي لكم حتى هاد البلاصه، راه ما عندي العارض لانني جيت سكنت حداكم. صافي يكمل هاد العام ونمشي نشد الطريق لشي بلاصه اخرى. يخصكم ليا الا بغيتو توصلوني خاصكم كار باش توصلوني. وفعلا نيت فاش كمل العام ديال الكرا ديالو مشى بعد، ماشي بعد المدينه اخرى ولكن بعد البلاصه اخرى، يعني بلاصه بعيده عليه، خاصك 2 طوبيسات الا بغيتي توصليه. ونزيدكم ما بقاش تيسول فيا حتى في التليفون، ما تيسولش فيا، ما تيجيش الا في المناسبات في الاعياد، كيجي مع الصباح تيبارك لي العيد تيمشي في حاله. ولادي كاملين تشتتوا ليا، هذاك ما بقاش تيسول فيا. البنت اللي معايا ما بقيتش قادره عليها ومسيطره عليها، ما بقيتش قادره وخرجت ليا للطريق. ولدي الاخر اللي صغير حتى هو ما بقيتش قاده بيه، ولا تيمشي ليا مع الدراري اللي كيديروا تيهزوا وداكشي ديال السرقه، وهذا الشيء لحد الساعه. وهذا الشيء انا تنجلس وتنبكي وتنقول ان الله سبحانه وتعالى عاقبني على داكشي اللي درت لعدوزتي. انا فاش وقع ليا هكا مشيت عند عدوزتي وطلبت منها السماحه، وقلت لها سمحي لي على داكشي اللي درت ليك. وفاش طلبت منها السماحه بقات تتبكي بزاف، كتبكي بحرقه، وهي اللي قالت لي انا عمرني ما ننسى نهار قلتي لي ونهار درتي لي، يعني هاد اللقطات وهاد الشيء وهاد الاعترافات اللي اعترفت لكم اللي درت معاها راه هي اللي قالتهم لي، هي اللي فكرتني بهم، هي اللي قالت لي واش عقلتي النهار فاش درتي لي وفعلتي لي وتركلتي لي؟ واش عقلتي النهار فاش قلتي لي قدامي وقلتي الراجل باللي عبرتي حين تزوجتي عليها؟ واش عقلتي النهار فاش حليتي الثلاجه وقلتي لي شوفي وعيرتيني؟ واش عقلتي على النهار اللي طلت عليك من الشرجم حين سمعت الباب تيدق وبغيت نشوف شكون وانا منسحب كاع واش انتي وما ظنيتش بلي داروا عليك الزكرو؟ واش عقلتي نهار وبقات كتفكرني؟ هي كانت تبكي وانا كنت تنبكي، هي تتبكي وانا تنبكي،
وبست لها راسها وقلت لها سمحي لي، وقالت لي المسامحه سير الله يهدي لك ولادك، الله يهدي لك ولادك، الله يهدي لك ولادك. البنات هاد القصه بزاف مؤثره الصراحه، اثرت فيا بزاف. علاش؟ لان هاد العجوزه كيف ما لاحظتوا هي عندها اصلا مشاكل مع الزوج ديالها، ظالمها، معدي عليها، ما مقداش مع المراه الثانيه، كتعيش واحد المعاناه، كتعيش واحد الجرح، مسكينه. كيف ما قلت هي ما كانت عندها حتى شي خيار تاكل العصا وتتبقى تما بحكم ما عندها فين تمشي. يعني واحد الظلم اللي كبير، وتزيد عاوتاني تتعرض للظلم عاوتاني من عروستها، فهادي راه شي حاجه اللي صعيبه بزاف. واصلا الظلم ما كيبغي لا الله ولا العبد. خواتاتي، راه في هاد الحياة كما تدين تدان، وراه الله يمهل ولا يهمل، واي واحد كيحصد داكشي اللي زرع. راه ديروا الخير تلقيه. ولا نتيا اليوم عروسه، راه واحد النهار تنتيا غادي تكوني عجوزه. سواء كنتي عروسه كتسمعيني دابا، سواء كنتي عجوزه، سواء كنتي كيف ما بغيتي تكوني، اهم حاجه هو الخلق ديالك. سيري بالترابي ديالك، ما تأذي حتى شي واحد، ما تظلمي حتى شي واحد، ما تحقري حتى شي واحد. حاولي تقولي كلمه طيبه، كلمه زوينه، ولا سكتي. حاولي ما تجرحي حتى شي واحد، ما تعقري حتى شي واحد. اللي بغيت نقول لك هو ان الدنيا دواره، والصمته كدور، والبزيم قاسح. كنشكر هاد الاخت هادي، كنشكرها جزيل الشكر لانها شاركت معنا هاد القصه، وهي راه كتعاود القصه وكتبكي لانها تنادم معاه الحال. علاش؟ لان عجوزتها اصلا كان بغى يتزوج على الراجل وهي اللي ما خلاتوش، وانها وقع لها داكشي مع ولدها، وحسات بها وحسات بداكشي اللي دارت معاها وبالاذيه اللي عرضت لها هذيك السيده. يعني راه ماشي سهله، راه ماشي سهله. سنين ومنين الانسان يعيش بهذيك الجبروت، ويعيش بهذيك القوه، ويعيش بانه انا ومن بعد الطوفان، ويعيش بهذيك الطريقه، فراه صعيبه. فهمتوني خواتاتي؟ ما تقسوش عليها في التعاليق، هي غلطات، ولكن ما تقسوش عليها في التعاليق، لان اللي فيها يكفيها. كيف ما قالت هي، لانها كتعيش معاناه كبيره وجرح كبير والم كبير. والمسامح كريم، الله يهدي لها وليداتها. هي هادشي اللي كتمنى انكم تدعيو معاها اولا ان الله سبحانه وتعالى يسمح ليها، وتدعيو معاها بالصلاح ديال الوليدات ديالها. وقولوا لي في التعاليق واش عمركم اذيتوا شي واحد، ولا نتوما اللي تعرضتوا للاذيه. نتلاقاو ان شاء الله في موضوع جديد وفيديو جديد. ما تنسوش الفيديو من لايك وتعليق ديالكم باش يطلع الفيديو الاخوات وحدين اخرين ويستافدوا منه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كانت معكم اختكم حياة الحكيمي من قناتي على اليوتيوب.